السلام عليكم متابعي دبليو ام كرة. أهلا بكم في موجز جديد لأبرز أخبار الكرة الجزائرية لهذا اليوم، الجمعة 22 من ماي 2026. وفيه راح نحكي على آخر نتائج البطولة، صراع اللقب، مباريات الجولة 29، وأبرز الأحداث الساخنة قبل نهاية الموسم. البداية من الرابطة المحترفة الأولى، وين الصراع على اللقب وصل لأقصى درجات الإثارة قبل جولة واحدة فقط من النهاية. مولودية الجزائر ما زالت في الصدارة برصيد 62 نقطة، لكنها أصبحت تحت ضغط رهيب من المنافسين، خاصة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة. شباب بلوزداد حقق فوز مهم جدا في الجولة الماضية بعدما فاز خارج الديار أمام أولمبي أقبو بهدف دون رد، وهو الفوز اللي خلى الفريق يواصل مطاردة الصدارة بقوة. الفريق البلوزدادي عنده عدة مباريات مؤجلة، وهذا الشيء يخليه من أكبر المرشحين للقب هذا الموسم. أما شبيبة القبائل فواصلت نتائجها الإيجابية بعدما اكتسحت وفاق سطيف بخماسية مقابل هدف في مباراة أكدت العودة القوية للكناري خلال الأسابيع الأخيرة. جماهير الشبيبة أصبحت تحلم بإنهاء الموسم في مركز مؤهل قاريا على الأقل. وفاق سطيف يعيش فترة صعبة هذا الموسم، خاصة بعد النتائج السلبية الأخيرة، بينما اتحاد الجزائر ما زال يحاول تحسين وضعيته في الترتيب رغم كثرة المباريات المؤجلة بسبب التزاماته القارية والمحلية. وفي مباريات اليوم الأنظار تتجه إلى المواجهة المؤجلة بين اتحاد الجزائر ونادي برادو على ملعب 5 جويلية بداية من الساعة 6 مساء، وهي مباراة مهمة جدا للطرفين، خاصة الاتحاد الباحث عن التقدم أكثر في جدول الترتيب. رابطة كرة القدم المحترفة أكدت أن الجولة 29 تعتبر من أكثر الجولات حساسية هذا الموسم، خاصة مع اشتعال الصراع سواء على اللقب أو على ضمان البقاء في الرابطة الأولى. وفي أخبار الصعود، فريق شباب عين تموشنت حقق إنجاز تاريخي بعدما ضمن الصعود إلى الرابطة الأولى لأول مرة في تاريخه وسط فرحة كبيرة من جماهيره. أما في أسفل الترتيب فالوضعية أصبحت معقدة بالنسبة لعدة أندية، أبرزها مولودية البيض وترجي مستغانم، اللي أصبحوا مهددين أكثر من أي وقت مضى بالسقوط إلى القسم الثاني. كذلك الاتحاد الجزائري لكرة القدم يواصل التحضير للموسم القادم وسط حديث عن تغييرات كبيرة تخص البرمجة والتحكيم وتقنية الفيديو، خاصة بعد الانتقادات الكثيرة اللي شهدتها البطولة هذا الموسم. وفي خبر آخر، نهائي كأس الجزائر 2026 شهد تتويج اتحاد الجزائر على حساب شباب بلوزداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحقق الاتحاد لقبه العاشر في تاريخه. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية موجز دبليو ام كورة لليوم الجمعة 22 من ماي 2026. إذا حبيتوا المزيد من الأخبار اليومية، تحليلات المباريات وأخبار الانتقالات، خليكم دائما مع دبليو ام كورة.